السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل كده عملنا مع بعض من سنة تقريبا كيك بجليز الفراولة. عجب ناس كتير جدا منكم وكانت طريقته سهلة وبسيطة. النهاردة احنا هنعمل حاجة كده شبهه بالمانجا، بس طريقة الكيك مختلفة. طريقتها سهلة وبسيطة كده، هنعملها بالسبونش كيك. والتوليفة كده كلها مع بعضها في منتهى الجمال، ان شاء الله هتعجبكم. بصوا الكيك بيدوب في البق حرفيا، كان طالع طعمه رائع. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. بس اهم حاجة انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. انا عندي هنا في الاول ده نص كيلو من سبونج كيك. الكيكة دي لو انت هتعملي صينية واحدة هتستخدمي ربع كيلو من السبونج، كفاية قوي. انا عشان عاملة صينيتين فاستخدمت نص كيلو من السبونج. ضفت لهم 6 بيضات، رشة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوباية من المية بدرجة حرارة المطبخ، مية عادية خالص من الحنفية.